بسبب جشع مدرسين الدروس الخصوصية، وانهم في الفترة الأخيرة افتروا بزيادة. اللي حصل ان زوج في العجمي يعني حصل خلاف ما بينه وما بين زوجته، والموضوع عادي يعني في اي اسرة بيحصل خلاف. حصل خلاف ما بينهم على مصاريف الدروس. المهم ان الست يعني غضبت راحت عند اهلها. زوج يسكت ويعدي الموضوع او حتى يفكر انه يرجع مراته، لا، عمل جريمة بشعة بصراحة. يعني الواحد مش متخيل هو ازاي فكر انه يعملها، وازاي ما فكرش في عياله وفي نفسه اللي هيدمرها. وبالفعل هو دمرها في أسر كاملة، دمرها. المهم ان اتصل على زوجته وقال لها تعالي انا عايزك يعني في الشقة، تعالي خدي حاجتك. بالفعل خدت بعضها هي واختها وراحت. وهنا كانت المفاجأة، كان هو مجهز لها ان هو يحرقها. بالفعل مسك الجاز ولع فيها هي واختها، ويعني قضى عليهم. دمر أسرة كاملة، الاتنين ماتوا. دمر أسرة كاملة. انتوا متخيلين ان ام واب فجأة يخسروا عيالهم الاتنين، وهو نفسه خسر حياته، هو نفسه خسر مستقبله، وخسر عياله مستقبلهم. يعني عياله هيعيشوا ازاي بعد اللي حصل في امهم وان هو اتسجن؟ مش عارفة. يعني اللي احنا بقينا فيه دوت بقى صعب قوي، وما بقيناش حتى قادرين نتقبله. اللي بيحصل فوق تخيلات البشر. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي صعبها على الناس بجد والله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مدرس يفتري على الناس وما يحسش بالناس.